أنا اسمي سارة وعندي 23 سنة، وحيدة ما عنديش إخوات. خلصت جامعة وحاليا مخطوبة، وفرحي خلاص قرب. والفترة دي بنزل أشتري الحاجات اللي ناقصاني في جهازي. والدي بيشتغل مدرس، بيخلص المدرسة وبعد كده بيروح يدي دروس برا، وبيرجع بالليل على الساعة 11 12 كده. والدتي ربنا يخليها لي، هي اللي بتنزل وبتشتري معايا الحاجات اللي ناقصاني في جهازي وبتساعدني وكده. والدتي سمعها تقيل شوية. اتخطبت من حوالي سنة كده لجارنا خالد، بس بصراحة ما عشتش معاه قصة حب. هو اللي حصل ان هو تقدم لي واهلي وافقوا عليه على طول، وهو بصراحة يعني ما يترفضش. يعني لو اي بنت مكاني مش هترفضه. بس الفكرة كلها ان انا كنت بحلم من زمان قوي ان اللي هتجوزه ده اتجوزه على قصة حب. هو دكتور أسنان وشخص محترم جدا، علشان كده لا أنا ولا أهلي رفضناه. المهم، هو قبل ما يتقدم لي بصراحة أنا كنت يعني على علاقة بحد كده على الفيسبوك، وكنت متعرفة على واحد اسمه علي من 3 سنين، وفي بينا مشاعر جميلة وقصة حب ما تتوصفش. أي نعم احنا لما ما شفناش بعض خالص، ولكن اللي بينا على النت كان معوضني عن إحساسي بالفراغ أو باحتياجي لحد في حياتي. بس المشكلة هنا إن أنا كنت بعتبره زي جوزي بالظبط، كأني متجوزاه، مع إن أنا وهو ما بنتقابلش أصلا، لأن أنا من محافظة تانية. بس أنا بعشق كلامه معايا، وببقى طايرة في السما لما بنتكلم. المشكلة إن علاقتنا مع بعض كانت يعني متطورة شوية. يعني علاقتنا وصلت إلى إني كنت ببعتله صور ليا وفيديوهات لجسمي، هو اللي كان بيطلبها. وانا بصراحة ما كنتش بقدر اقوله لا، لاني بثق فيه جدا، لانه معايا بقاله 3 سنين، فمستحيل هيأذيني. كنا بنتكلم فون بالساعات، وهو برضه كان بيبعتلي صور ليه، يعني زي ما نكون متجوزين بس بعاد عن بعض. ما كنتش برفض له اي طلب. بس لما جه خالد يخطبني واهلي وافقوا عليه، قلت خلاص ربنا كتب لي حياتي مع اكيد هحس معاه بنفس المشاعر، واحسن كمان لانه هيكون قدامي لما احتاج له في يوم من الايام هلاقيه. وفي يوم من الايام بالليل بنتكلم انا وعلي، وعمالة افكر اعرفه ولا لا ان انا اتخطبت، ومش عارفة ردة فعله هتكون عاملة ازاي. كنت مترددة جدا اني اعرفه، بس قلت لا انا لازم اعرفه ان انا اتخطبت وكده، لاني ما بحبش اكذب او اخبي حاجة عليه. قلت له هو انا عاوزة اقولك على حاجة حصلت عندي. قال لي ايه هي؟ قلت له ان في واحد جارنا متقدم لي واهلي وافقوا عليه. قال لي عارفة ايه الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف منها من زمان؟ هي ان اخسرك. طبعا مش هتقدري تفتحي وتكلميني بقى، خلاص هتنسيني، صح ولا ايه؟ قلت له انا ما اقدرش استغنى عنك، انت عارف اللي بينا، ولو عرفت افتح الفيس اكيد هبعتلك واكلمك، انا ما استغناش عنك. قال لي الايام هتثبت لي اذا كان كلامك صح ولا غلط، ولا بتقولي كده عشان تريحيني. عموما الف مبروك، وربنا يتمم لك على خير. انتي عارفة ان انا دايما بتمنى لك الخير. وقفلت معاه على طول. كنت مبسوطة اني عرفته علشان اقدر اكون مع خطيبي. خطيبي اكيد ملوش علاقة اذا كنت على علاقة بحد تاني ولا لا. المفروض ان الاهتمام والحب والمشاعر دي تكون كلها لخطيبي دلوقتي. وفعلا قررت اني اهتم واقرب من خالد، بس بعد شهر كده من خطوبتي، وبعد محاولات في كلامي معاه اني اقرب منه لدرجة ان انا اللي كنت بفتح الكلام الحلو واكون مستنية منه كلمة حلوة، للأسف ما بيعرفش يقول كلام زي اللي علي كان بيقولهولي. بدأت أحن لعلي تاني ولكلامه. حسيت إن خالد خطيبي مجرد اسم ملوش أي تأثير في حياتي غير كلمة خطيبي، إنما مشاعري كلها وقلبي لسه متعلقين بعلي وكلامه معايا. رجعت أكلمه تاني وعرفته إني مش عارفة أتأقلم مع خالد، وما قدرتش
استغنى عنه خالص. قال لي وخطيبك ذنبه ايه؟ قلت له ذنبه ان هو مش زيك، ما بيعرفش يحتويني ويأثر فيا او يعاملني زي ما انت بتعاملني. لما بيكون معايا بكون مفتقداك انت يا علي. مفيش الاحساس ده بيجيلي ازاي؟ بس عقلي وقلبي خلاص اتعودوا عليك انت. ولو يوم ما كلمتنيش فيه ببقى متضايقة وبحس ان في حاجات كتير قوي ناقصاني في حياتي ومحتاجة لها. قال لي خلاص انا موجود، لو احتجتي اي حاجة ولا احتجتي تكلميني هتلاقيني لحد ما الدنيا تتظبط مع خطيبك. واتفقنا على كده، وانا بيني وبين نفسي بقيت احاول اقرب تاني من خالد. بس هو للأسف شخصيته كده وطبيعته كده، هادي جدا وكلامه على القد ومفيش كلام حلو. بصراحة بقيت بحس بالملل الشديد قوي وانا معاه. وكنت برضو مقللة كلامي مع علي علشان ادي الخطيب فرصة ان اتعلق بيه، بس للأسف مفيش فايدة. وبقيت اكلم علي تقريبا كل اسبوع مرة او مرتين بعد ما كنا بنتكلم كل يوم، لانه بقى حاجة اساسية في حياتي. رغم وجود خطيبي كنت لازم كلام حلو. كنت بجري على علي واتصل بيه واعترف له ان هو وحشني وان هو اللي محلي حياتي ومديها معنى. وفي يوم كنت بكلم علي في التليفون ودخلت اعمل قهوة، كنت سهرانة معاه وكانت الساعة حوالي 12. جيت بصب القهوة وبحط الموبايل كده على الرخامة، للأسف ايدي اتخبطت في حاجة والموبايل وقع على الأرض. الشاشة اتكسرت كلها واتشرخت كلها وما بقتش شايفة اي حاجة في التليفون. رحت شلت الموبايل واتضايقت قوي وقتها. بس علي ساعتها كان لسه معايا في المكالمة. بقوله سامعني؟ قال لي اه سامعك، في حاجة ولا ايه؟ قلت له الموبايل وقع والشاشة باظت وبكرة هنزل عشان اشوف حد يعملها لي، بس بابا يصحى من النوم علشان اخد منه فلوس. قال لي لو محتاجة حاجة قوليلي. قلت له ربنا يخليك. على فكرة علي قبل كده كان بيبعتلي فلوس كتير لما كنت بحتاج، كان فعلا بيبعتها مش بيقول اي كلام وخلاص، يعني ما كانش بيعزم عليا وخلاص. العلاقة اللي ما بينا فعلا كنا اتنين متجوزين حقيقي، مش مجرد علاقة بين اتنين اتعرفوا على بعض في النت وخلاص. المهم انا معرفتش انام وفضلت صاحية للصبح مستنية بابا يصحى يروح الشغل علشان أقوله على فلوس عشان أصلح موبايلي. ولما صحي أخدت منه 1000 جنيه ونزلت، وما كنتش عارفة الشاشة دي اتصلحت بكام، بس قلت أكيد يعني مش هتعدي المبلغ ده. بعد ما اطمنت إن الفلوس بقت معايا قلت أدخل أنام لأن صاحية من امبارح، قلت منين ما أصحى أبقى أشوف حد يصلحه. ونمت وصحيت في العصر، مش عارفة اوديه لمين ولا اصلحه فين، ولا اعرف حد بتاع صيانة بيشتغل في الشاشات، وخايفة اديه لحد ويبوظه او يبوظ فيه حاجة. واستنيت اسأل خالد خطيبي لو يعرف حد. رحت واخدة موبايل ماما واتصلت بخالد منه، لقيته استغرب اني بكلمه من موبايل ماما. قلت له معلش علشان موبايلي بس واقع والشاشة اتكسرت، انا بكلمك دلوقتي عشان لو تعرف حد كويس بيصلح الموبايلات او ليه في الشاشات يعني يصلحهولي. قال لي ثواني كده وقال لي اه اعرف حد حبيبي قوي وشاطر، بس خلينا نروح انا وانتي علشان يعمل الواجب ويهتم. قلت له ماشي، واتفقت معاه قبل الساعة 5 ونروح انا وهو. لبست ونزلت على الساعة 5 إلا ربع وقابلته. المهم ركبنا مواصلة فبقول له هو بعيد؟ قال لي لا 5 دقايق وهننزل دلوقتي. قال لي على فكرة اللي شغال ده في الموبايلات والصيانة ده أحمد صاحبي من أيام الثانوية، وشغال في صيانة الموبايلات دي بقاله حوالي 8 سنين. قلت له تمام كويس ان في حد معرفة علشان مش عايزة اقدم موبايلي لحد يبوظ لي فيه حاجة. قال لي لا لا ما تقلقيش اطمني. ودخلنا المحل وكان في شاب واقف، واول ما شاف خالد لقيتهم بيسلموا على بعض وبياخدوا بعض بالحضن، وفضلوا يتكلموا شوية وفي الاخر خالد قال له ده موبايل خطيبتي وقع والشاشة باظت. قال له فين الموبايل؟ رحت انا مطلعه موبايلي ومديهوله. راح بص كده على الموبايل وقعد يقلب فيه شوية وقال لي للأسف نوع الموبايل ده الشاشة بتاعته مش متوفرة، يعني صعب نلاقيها،
بس عشان خاطرك انتي وعشان خاطر خالد هسأل لكم في كذا مكان وهشوف حبايبي وان شاء الله هجيب لك واحدة، بس هتسيبهولي يومين واول ما اجيب الشاشة واركبها والجهاز يبقى جاهز هكلمك تيجي تستلمه. خالد قاله تمام ماشي، بس انا مش عارف ظروفي، ممكن اكون في العيادة ومعايا حالات. رحت قلت له لخالد طيب ما تديله رقم ماما، لو خلصوا يرن على ماما وانا انزل اجيبه واستلمه منه. قال لي مفيش مشكلة، وفعلا ادينا لبتاع الموبايلات رقم ماما وقال لي اول ما الموبايل يخلص هرن عليكي او على اي حد يجي ياخده ويستلمه مني. راح خالد قال له طيب الموبايل هيتكلف كام؟ فصاحبه قال له لا لما لقى الشاشة ومشينا على كده. بس قبل ما نمشي خفت عن علي يتصل على الموبايل وهو مع بتاع الصيانة. رحت رجعت بسرعة قلت له ممكن اخد الخطوط علشان اشغلها في موبايل تاني لحد ما ده يتصلح. قال لي ماشي مش مشكلة، اه طبعا خديها. وراح فاكك الخطوط من الموبايل وادهاني. بيني وبين نفسي قلت الحمد لله، ما كنتش هعرف انام من التفكير لو كان علي كلمه او اي حاجة تحصل. وعدى اول يوم وتاني يوم وانا مستنية حد يتصل على موبايل ماما يقول الموبايل خلص علشان اروح اخده. محدش اتصل. تاني يوم لقيت موبايل ماما بيرن، رحت اشوف مين اللي بيتصل. لقيت رقم غريب، فتحت عليه قلت له مين؟ قال لي لو سمحتي كان في حد بيصلح التليفون وسايب الرقم ده عندي. قلت له اه انا اللي كنت مع خالد خطيبي وجينا سلمناك التليفون. قال لي تمام تقدري تيجي تردي التليفون، بس نصيحة ليكي بلاش تجيبي خالد معاكي. ايه اللي بتقوله ده؟ قال لي انا زي اخوكي وعارف مصلحتك ومش عاوز اتدخل في تفاصيل اكتر من كده. انا بصراحة مرضتش اكتر معاه ولا اساله في ايه، وقلت له تمام وقفلت معاه. وكنت مرعوبة وعمالة افكر بيقولي ليه كده ومش عاوزني اروح انا وخالد ليه. ما قدرتش استنى من القلق ده. رحت لبست بسرعة ونزلت ركبت عربية ورحت قدام المحل. دخلت المحل ما لقيتوش، لقيت واحد تاني اللي واقف هنا كان بيصلح لي التليفون. قال لي دقيقة واحدة استنيه يجي، هو بيجيب حاجة وجاي. كل ده وخلاص الرعب والخوف جوايا مش قادرة اوصف لكم عامل ازاي. ومرضتش اتصل بخالد يجي معايا، قلت يكون فعلا في حاجة. المهم لقيته دخل المحل وبيقول لي ازيك، حمد لله على سلامتك. قلت له الله يسلمك. قلت له هو في ايه؟ لقيته راح نده على الشاب اللي كان واقف في المحل وقال له روح هات لي حاجة كده انا مش عارفة هي ايه، حاجة يعني تخص الموبايلات وكده من عند واحد تاني، ومشاه من المحل. لقيته بيقول لي هو في حد يسيب موبايله كده من غير رمز امان؟ قلت له ليه بتقول كده؟ قال لي بصراحة انا عرفت عنك كتير بس ما تخافيش، عمري ما هأذيكي. قلت له عرفت ايه؟ طبعا وانا بقول له عرفت ايه انا على طول جه في بالي الشات والكلام والصور اللي بيني وبين علي. معرفتش ارد عليه. كان الولد اللي قدامي في المحل كان جاب الحاجة ودخل المحل. قال لي عموما انا بعتلك طلب صداقة على الفيس وهكلمك بالليل، وخدي الموبايل وسيبك من الفلوس دلوقتي، نبقى نتكلم بعدين علشان الواد اللي جه يعني وكده. وخرجت من المحل وانا راسي بتلف وقلت انا خلاص اتدمرت واتدمرت حياتي. وقفت عن التفكير مش عارفة اتكلم مش عارفة انطق مش عارفة اقول اي حاجة. حسيت ان الدنيا وقفت بيا لدرجة اني ما كنتش عارفة اروح البيت، حساني تايهة. روحت البيت وانا سرحانة وعمالة افكر ايه اللي بيحصل معايا وليه فتحت تليفوني وقلب فيه. فتح الفيس لقيته فعلا طلب صداقة بس مش باسمه، عامله باسم واحد تاني. قبلت الطلب ومرضتش ابعتله حاجة، قلت لما يكونش هو. وعلى الساعة 11:30 بالليل كده لقيت رسالة جايالي من الاكونت اللي بعتلي رسالة، اللي بعتلي طلب صداقة. بيقولي ازيك يا سارة. قلت له انت كمان عرفت اسمي؟ قال لي انا عرفت كل حاجة عنك مش بس اسمك. بس قوليلي انتي مخطوبة لخالد بقالك قد ايه؟ قلت له تقريبا سنة. قال لي ياه سنة؟ قال لي انت معاكي حق، خالد ده غلبان وعايش في عالم تاني. قلت له انت بتقولي عرفت كل حاجة، مش فاهمة برضو عرفت عني ايه؟ قال لي بقولك كل في كلمة واحدة بس. قلت له ايه هي الكلمة دي؟ راح بعت لي وقال لي علي.
هو قال لي كده وانا قلت خلاص حياتي وسمعتي راحوا. لقيته قال لي بس ما تخافيش، بس تفتحي دماغك معايا. انا مرضتش اتصل بخالد يجي يتفرج بنفسه، وقلت اكيد البنت دي بنت ناس، اكلمها الاول. بيني وبينك يا سارة انا خدت سكرينات الصور من عندك، يعني تقدري تقولي كده في نسخة تانية من الكلام والصور اللي على موبايلك دلوقتي معايا. قلت له طيب وليه عملت كده؟ حرام عليك. قال لي عملت كده علشان لو ما فتحتيش دماغك معايا انا ساعتها هبعت الحاجات دي لخالد واعرفه كل حاجة، وده صاحبي وده واجبه عليا. قلت له افتح دماغي معاك ازاي؟ طيب يعني ارجوك بلاش اذية وامسح الحاجات اللي عندك دي، انت مش هتستفاد بيها حاجة غير انك هتضيع مستقبلي. قال لي ومين قالك اني مش هستفاد؟ قال لي سارة هو النهاردة كام في الشهر؟ قلت له النهاردة 15 في الشهر. ليه يعني؟ قال لي حلو قوي، يوم 30 الاقيكي جايبالي 1500 جنيه تمن الشاشة، و2000 جنيه كمان ليا انا. قلت له ليه يعني انت عاوز 3500 جنيه؟ انت يعني عاوزهم والموضوع ينتهي؟ قال لي اطمني، ادفعي وما تقلقيش. قلتلك مش هأذيكي. قلت له خلاص اتفقنا. قعدت افكر اتصرف ازاي واجيب الفلوس دي منين، وبابا يدوب مديني فلوس الشاشة بالعافية. انا كده محتاجة 2000 جنيه، لا ده انا محتاجة 2500، لان بابا